والله العظيم ثلاثة بيبصوا على السكر بيلاقوا القريات ظبطت رغم ان هم رجعوا ياكلوا نشويات بيتجنوا. يعني انا مبطل نشويات واجي اقيس سكري الاقيه عالي، ولما انت تكتبي لنا نشويات نروح نقيس السكر نلاقيه عادي. ده ايه ده ان شاء الله؟ لهم لا سحر ولا شعوذه، عادي جدا مفيهاش حاجه. طول ما عندنا إرادة مفيش حاجة هتوقفنا في بداية جديدة مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا، ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه هتبقى شبه كتير قوي ناس بيسمعوني دلوقتي. تبص تلاقي ان انت قاطع نشويات، ما بتاكلش رز، ما بتاكلش مكرونه، ما بتاكلش عيش، وبرده تلاقي سكرك عالي بعد الاكل، او ان انت تكون مقلل نشويات خالص وبرده سكرك عالي بعد الاكل. فبتبقى علاقتك متوتره جدا، مجرد ما تاكل تبقى مستني الساعتين يعدوا عشان تمسك الجهاز وتشوف سكرك عامل ايه. انا الحالات اللي بتجيلي بالطريقه دي حصل كتير معايا، وبستخدم نفس الابروتش لان انا عارفه ان هم لما بيكون عندهم قناعه وبيبقوا مقتنعين ان انا القرايه عندي بايظه ويبداوا يكونوا متوترين ويكونوا قلقانين ومراقبين السكر وعارفين اللي هو كده هيبقى السكر عادي. والله دي حاجه بقى يعني انت كده هيلث كوتشنج يعني. فلما بستخدم نفس الابروتش اقسم بالله لما بخليهم ينسوا تماما قرايه السكر وينتبهوا بس للسيكونس بتاع الاكل ويسمعوا الكلام ويمشوا بس على النظام اللي هو المحطوط، بمعنى ان انا ببقى كاتبه نشويات عادي خالص، يلتزموا بس بالدايت ويسمعوا كلامي ويقتنعوا ويؤمنوا وخلاص، ما تشغلش بالك بقى بقرايه السكر. والله العظيم ثلاثة بيبصوا على السكر بيلاقوا القريات ظبطت رغم ان هم رجعوا ياكلوا نشويات بيتجنوا. يعني انا والله بيتجنوا. يعني انا مبطل نشويات واجي اقيس سكري الاقيه عالي، ولما انت تكتبي لنا نشويات نروح نقيس السكر نلاقيه عادي. ده ايه ده ان شاء الله؟ لهم لا سحر ولا شعوذه، عادي جدا مفيهاش حاجه. يا جماعه والله العظيم ثلاثة اقسم بالله في ناس سكرها بيعلى بالاسترس، ناس سكرها بيعلى بالضغط العصبي، ناس سكرها بيعلى من غير ملهوش علاقه باكل. انتوا ليه رابطين السكر بالاكل؟ انا عايزه افهم ليه رابطين السكر بالاكل بس؟ انت جالك سكر ممكن يكون عادات غلط خلاك سكر نوع تاني حلو، لما تصلح عاداتك لما تظبط اكلك مقاومه الانسولين هتروح والسكر هيروح. بس والله العظيم ثلاثة مش الاكل بس يا جماعه. بصوا دي لايف ستايل ويل بتقول الفيزيكال الصحه الجسديه عباره عن 6 حاجات اقسم بالله. تخيلوا ال6 حاجات دول بقى اصلا من ضمن الصحه كمنظور صحه هي حاجه صغنطوطه وسط 6 حاجات تانيين اصلا، ما علينا مش قصتنا خالص. فانت لو متخيل ان حضرتك هو عباره عن اكل بس، والله العظيم الكلام ده عفى عليه الزمن خلاص. فعايزاكم يبقى عندكم قناعه ان السكر النوع الثاني اقدر اهزمه، سكر النوع الثاني اقدر اهزمه عادي واتخلص من مقاومه الانسولين. لو انا عندي القناعه هقدر ابقى انا عارف ان مقاومه الانسولين هي المرض مش السكر النوع الثاني، فجاست ان انا اتخلص من مقاومه الانسولين هقدر ابقى انا عارف ان الاكل مش بس هو اللي بيعلي السكر. لو انا عندي اي عوامل تانية على سبيل المثال كورتيزول عالي فهيعلي السكر. يا جماعه يعني لازم يبقى عندنا القناعات دي. لو انت من الناس اللي عندك فوبيا وبتستنى قرايه السكر وبتخاف تاكل نشويات علشان سكرك عالي، اعمل الابروتش اللي انا قلت لك عليه ده ونزل الحوار ده خالص من دماغك، وامشي بسيكونس كويس ان انت تاكل السلطه الاول، بعد كده تاخد بروتين، بعد كده تاخد النشويات ضمن الحصص بتاعتك، حط خل تفاح على السلطه، حط ليمون، امشي بالسيكونس اللي انا بقول لكم عليه دايما في الحلقات بتاعتي وطبق ده. وكل اكوردنج الهانجر سكيل اللي انا شرحته لكم قبل كده، ما تبقاش قايم بطنك مليانه قوي، تبقى قايم عادي جدا اقدر اشرب ميه واقدر اتنفس كويس جدا. هتبص هتلاقي سكرك مش عالي بعد الاكل بساعتين. وقول لي في الكومنتات انا عندي حق ولا لا. وصلت؟